أنا شخص بيهتم بالأصوات عموما، واللي بيعجبني في أي مشهد هو صوت الحي، الدوشة، صوت ورق الشجر وهو بيحضن الأرض، العصافير لما تعلن استلامها للشفت. لكن بيفضل ألطف صوت بتأمله هو صوت الناس في المواصلات. المواصلات بيت متحرك أقرب للكرفان كده، بيسرق فيه الناس سكون مؤقت على ما تيجي محطتهم وينزلوا يواجهوا العالم من جديد. بنلاقي اللي بياخد تعسيلة لحد ما يوصل، واللي بيصل رحمه على ما الزحمة تفك، واللي بيتبادلوا وصفات الأكل لدرجة وانت قاعد تشم ريحة طاجن البامية باللحمة الضاني. ملحمة إنسانية بتشوفها عن قرب. ولا أخفيكم سرا، أنا برمي وداني على غير عادتي واسمع الناس بتقول إيه اللي شاغلهم وإيه اللي هاممهم، وده من باب الطمأنينة على حالنا، ولأن ده أنسب مكان تشوف منه الصورة بمنتهى الوضوح، الزاوية اللي هتخليك في قلب الحدث فعلا علشان تعرف توثقه. والحقيقة إن اللي سمعته يحزن، وكل مدى الصوت بيقل، واللي بيفضل من صداه بقى مخيف جدا. وعلى قد ما ضايقني اللي صادف وبسمعه، إلا إني مش حابة أفرد له مساحة على الورق، يمكن علشان خايفة أصدق إن الناس حالها اتغير بالشكل ده. من حوالي 10 سنين كان صوت الناس مختلف، صوت له طلة وشخصية مميزة. الناس ما كانتش لون واحد زي دلوقتي، ولو في ما بينهم عامل مشترك هيبقى الأصل اللي عمره ما ارتبط بمعاك كام وابن مين. الأخلاق هنا اللي بتقول كلمتها مش أي شيء تاني. حاولت أفهم إيه اللي بدل حال الناس، أدعبس في الوشوش يمكن ألاقي تفسير في ملامحهم، لكني ملحقتش وجت محطتي.